السلام عليكم. اللي قدامكم دي عروسة من المنوفية اسمها منار، الله يرحمها. اتقتلت يوم صباحيتها، يعني تاني يوم جوازها على طول. البنت يعني ملحقتش تتهنى. اللي واقف جنبها في الصورة ده جوزها، اسمه محمد، ده محامي. لما تشوفه في الصورة دي تحس كده ان هو في حاجة مش مريحة، وكأن عينه كده مخبية سر. منار اتخطبت لمحمد ده 3 سنين، خطوبة صالونات كده عادية. أمه لما راحت تطلبها قالت لأهلها إيه؟ ده أحسن واحد في البلد، ده محامي، ده زينة الشباب، ده يا هناها يا سعدها اللي هتتجوزه. أهل منار طبعا ناس بسيطة جدا على قد حالهم، كل اللي كان نفسهم فيه ان هم يسطروا بنتهم، وهي واحده خفت الحمل شويه، خصوصا ان منار عندها اخوات بنات كتير، وكانت بنت مكافحه وبتشتغل وبتصرف على نفسها. محمد بقى بالنسبه لها كان حلم، فاكره ان هو هيطلعها من الشقه والفقر، وهتقعد من الشغل وترتاح وتبقى ست بيت كده وزي الفل. لكن اللي حصل ان هو مش طلعها من الفقر بس والشقه، لا، ده طلعها من الدنيا كلها. بعد 3 سنين خطوبه تحدد ميعاد الفرح، ومنار كانت طايره من الفرح. صورها في القاعة كانت بتضحك، وكانت لابسة الأبيض وعينيها مليانة أمل وسعادة، وكانت مبسوطة جدا. ما كانتش تعرف اللي متخبلها تاني يوم. راحت منار مع جوزها وودعت أهلها، وما كانتش تعرف إن ده الوداع الأخير حبيبة قلبي. تاني يوم أمها اتصلت طبعا كالعادة تطمن على بنتها، قالت لها هي إيه الأخبار؟ ردت عليها منار بصوت مكسور جدا وحزين، مفهوش أي فرح. أمها سألتها، قالت لها يا بنتي طمنيني عليكي، إيه الأخبار؟ عاملة إيه؟ ردت عليها بكلمة واحدة، قالت لها لسه. وما شرحتش أي حاجة. وبعد شوية كلمت أبوها وقالت له أنا عايزة شوية حاجات، خلي أخويا يجيبهم لي. الأب بعت أخوها بالحاجات اللي هي المفروض كانت عايزاها، وأخوها بقى اتفاجئ لما جوزها فتح الباب لقاه في إيده سكينة ومنظره مرعب جدا. بس أخوها بقى ما تخيلش إيه اللي موجود جوه. فجأة محمد شده كده لجوه وقفل الباب وجرى وهرب على طول. والكارثة بقى في اللي شاف أخته على الأرض ورقبتها شبه مفصولة، وراح متصل بابوه على طول، الحق يا ابويا بنتك مذبوحه. على طول بقى الناس كلها اتلمت والبوليس وصل، ومنار اتحولت على المستشفى على طول في انتظار تقرير الطبيب الشرعي. والكل بيسأل ايه اللي حصل، ايه سر المكالمة الأخيرة، ليه صوتها كان مكسور، ايه اللي حصل في ليلة الدخلة. اتاريها يا عين بتتصل بابوها عشان يبعت لها حاجات مع اخوها علشان اخوها يلحقها. محمد بقى هرب، راح على امه اللي ساكنة في نفس الشارع. قعدت بقى طلعت تصرخ وتصوت، الحقوني الحقوني، منار قتلت ابني، منار قتلت ابني. قتلت ابنك ازاي اذا كان هو اللي قتلها؟ اتاريه بقى راح عمل ايه، عمل جرح سطحي كده في بطنه على اساس ان هي اللي عورته، علشان لما حد يساله يقولوا ان هو كان بيدافع على نفسه وان هي كانت بتحاول ان هي تقتله. بعد كده بقى اتقبض على محمد اللي كان في حالة عصبية، وكان بقى بيدعي ان هو مجنون، واتحقق معاه بقى في المستشفى. وفي نفس الوقت طلع تقرير الطبيب الشرعي اللي اثبت ان منار كانت عذراء. وهنا بقى انهار واعترف وقال ان هو فشل في ليلة الدخلة، وحاول اكتر من مرة ولكن فشل. وجن جنونه بقى لما سمعها بتقول لامها ان لسه ما حصلش حاجة، فخاف بقى ان هو يتفضح، فراح متخانق معاها بقى، وقامت عركة كبيرة جدا بينهم هما الاتنين. راح جرى على المطبخ من غير تفكير ومسك اكبر سكينة موجودة عنده وحطها على رقبتها وذبحها، وسابها غرقانة في دمها، وهرب وجرح نفسه زي ما قلت لكم عشان يبان يعني ان هو كان بيدافع عن نفسه. بس التقرير الطبيب الشرعي فضحه. امه بقى قالت ده ابني مريض نفسي، ده تعبان، ده مش حاسس بيعمل ايه. لكن التقرير النفسي قال كلمة واحدة، ان هو سليم عقليا، يعني لا مجنون ولا حاجة، وقتلها بوعي كامل. بعد جلسات المحاكمة بقى اتحكم عليه بالسجن المؤبد، وده أقل حاجة، كان المفروض ياخد إعدام. وهو لو كان مريض نفسي ما كانش هيبان في ال3 سنين الخطوبة هيبان عليه أي حاجة، بالعكس ده أهلها كانوا بيقولوا كان هادي جدا وقليل الكلام، فكانوا فاكرين إن هو محترم بزيادة عن اللزوم يعني. وفي الآخر راحت منار العروسة اللي ماتت يوم صباحيتها في عز شبابها. وجرائم الأزواج بقى لسه مستمر، وآخرهم كريمة اللي هحكي لكم قصتها المرة الجاية، عروسة المنوفية. السؤال بقى، هل كريمة هتكون الأخيرة؟ ربنا يحفظ بناتنا يا رب. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، السلام عليكم.